احمد حمدي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب نادي الزمالك الحالي واللي انضم لنادي الزمالك الموسم ده بعد رحله احتراف. لو جيت سالت اي اهلاوي في الشارع وجيت قلت له احمد حمدي لاعب النادي الاهلي السابق انت بتحترمه ولا لا، هيقول لك انا بحترمه جدا 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 جدا، رغم انه انتقل لنادي الزمالك، رغم انه كان من ناشئين الاهلي. ليه جمهور النادي الاهلي بيحترم الراجل ده؟ لان الراجل ده بتاع شغل بس، ما بيركزش في تصريحات البوم ضخ، ما بيطلعش في الاعلام بيخبط في النادي الاهلي علشان يرضي جمهور الزمالك، ولا بيلقح ولا اي حاجه من الحاجات دي. احمد حمدي كان في لقاء تلفزيوني مع ابراهيم عبد الجواد على قنوات اون تايم سبورتس، الحلقه كامله متكامله، ما فيهاش اي لغط، ما فيهاش اي تلقيح، ما فيهاش اي جو من قصف الجبهات، كلام كله احترام من اول الحلقه لحد اخر الحلقه. لا لقح على لاعب في النادي الاهلي، ولا لقح على النادي الاهلي، ولا قال لك بيقول لرئيس النادي ده بابا وماما علشان يزود عقده، ولا قال لك انه اللاعب ده طلب التيشيرت بتاعي، ولا اي حاجه من جو المكايدات ده. حلقه كده جميله لذيذه خفيفه على القلب. لا وابراهيم عبد الجواد ساله سؤال بيقول له هل الاهلي او بيراميدز فوضك يعني مع عرض الزمالك؟ قال له انا دلوقتي موجود في نادي الزمالك ومش عايز اتصيد عند الجمهور ويقولوا ان انا رفضت الاهلي وبيراميدز علشان الزمالك، علشان الجو ده مش بتاعي. النادي الاهلي كبير ونادي بيراميدز كبير. شفت الاجابات وشفت الاحترام وشفت الادب. ولما اتسال قال له مين قدوتك؟ قال لك ابو تريكه وحازم امام. كان ممكن ما يقولش ابو تريكه علشان يرضي جمهور الزمالك، بس الراجل ده مش في دماغه قصف الجبهات والكلام الفاضي ده، علشان كده جمهور الاهلي بيحترمه جدا جدا جدا. لا وفي سؤال تاني جميل ساله ابراهيم عبد الجواد لاحمد حمدي، قال له هل تتوقع عوده رمضان صبحي للنادي الاهلي ام انتقاله لنادي الزمالك؟ سؤال طبعا غرضه معروف لكل الجمهور، فرد باجابه بسيطه جدا، قال لك رمضان صبحي ده مستقبله وهو يقدر يحدد مستقبله، مش انا اللي احدد له مستقبله. قال طب انت تتمنى انه يجي لنادي الزمالك؟ قال لك رمضان صبحي لاعب مميز ولاعب كبير وعنده امكانيات كبيره واضافه لاي فريق. اجابات موزونه وعاقله للاعب محترم، علشان كده جمهور النادي الاهلي بيحترمه جدا. ما طلعش طبعا وقال لك نادي الزمالك ده في اساطير والانديه التانيه ما فيهاش اساطير. اول ما اتسال مين قدوته قال لك ابو تريكه. راجل مش في دماغه المكايدات وانه ياخد الكريدت عند جمهور الزمالك بالتصريحات. الراجل بياخد الكريدت بتاعه بأدائه في الملعب، جايب بطولة لنادي الزمالك، بطولة الكونفدرالية بمجهوده. جمهور الزمالك طالع بيه السما علشان مجهوده في الملعب، مش علشان تصريحاته وجو البوم ضخ. وعلى فكرة يا جماعة، يعني أنا عندي محمود كهربا عندي عليه علامات استفهام في حتة بره الملعب وتصريحاته، علشان في واحد هيقول لي أنت بتلقح على شيكابالا. لا يا حبيب أخوك، أنا برضو قاصد الكلام ده بكهربا اللي هو لازم يركز في الملعب بس، لأنه مستواه الحالي أنا انتقدته وبنتقده وهنتقده كمان. فجو تصريحات خارج الملعب ده أنا ما يعجبنيش، لا من كهربا ولا من غير كهربا. بس الفرق بيني وبين جمهور تاني إنه بيخلي محمود عبد الرازق شيكابالا بيقول تصريحات جامدة جدا، إنما كهربا بيقول تصريحات بوم ضخ وقصف جبهات، مع انه الاثنين عملوا نفس المشكله. بس شيكابالا ده برنس في تصريحاته وفي كلامه، انما كهربا بتاع لقطات وقصف جبهات. يعني شيكابالا هو اللي لقح على كهربا في حلقته الاول، فلما يجي كهربا يلقح على شيكابالا في الحلقه اللي بعدها ما جيش اقول انه كهربا ده راجل بتاع تلقيح، هتبقى مش مقبوله. رغم انه شيكابالا برضه في الحلقه بتاعته قال كلام ملوش علاقه بالواقع، والصراحه بقى منظره وحش بالنسبه لي. ليه؟ لان انت راجل قلت في مباراة السوبر المصري اللي اتلعبت في السعودية جمهور النادي الاهلي شتمني، علشان كده عملت الاشارات دي لجمهور النادي الاهلي بتاعت الساعات، رغم انه والله ما حصل ان جمهور النادي الاهلي شتمك، علشان كده انت رديت عليه. وانا اتحدى اي حد انه يجيب لي فيديو وجمهور النادي الاهلي بيشتم شيكابالا، علشان كده شيكابالا رد عليهم بالاشارات بتاعت الساعات. الحوار بسيط والله يا جماعة. لعيب الكورة مهمته الملعب فقط، العب كورة واعمل مجهود ويكون ليك تأثير في الملعب علشان الجمهور يرفعك لسابع سما. انما الجمهور يرفعك لسابع سما وادائك ما شاء الله تبارك الله في الملعب صفر، دي حاجة جديدة عليا.